السلام عليكم. عليكم ازيك يا السلام. ريهام، عامله ازي ايه؟ حضرتك يا دكتور ايه محمد؟ الاخبار؟ الحمد لله جاهزه والله. على خير يا رب ان شاء الله والله. مراره بالمنظار ان شاء الله. يلا على خير. الله احنا عاملين يخليك. تكميم بقالنا قد ايه؟ بالظبط كده بقالنا سنه. سنه. كنا كام قبل العمليه؟ كنت 125. انا حاليا دلوقتي 75. 75. حلو جدا ما شاء الله. الله اكبر، تسلم برافو ايدك عليكي. والله. انا بدعي لك والله يا دكتور، بصراحه انا ما كنتش عايشه الاول. الحمد لله الحمد يعني لله. مبسوطه بالقرار جدا جدا. يعني انا يعني مش عاوزه حد يتراجع، يعني لو بيفكر زيي ما يتراجعش بجد والله. هي بجد حياه، يعني انت بتعيش حياتك، يعني انت عارف تعيش حياتك. الاول انت مش عايش، هي ما فيش حياه، ولا عارف تصلي ولا عارف تقعد، كميه بقى امراض عندك كتير قوي. لا هي بعد ما انا عملتها لا كل حاجه حلوه. كل حاجه هي طبعا في الاول بتبقى صعب، بس بتبص لنفسك بعد كده انت يعني كل يوم بتبقى فرحان بجد والله. حاسه ان القرار كان كويس، قرار التكميم بالنسبه لي؟ طبعا جدا جدا، اللهم لك الحمد. جميل. حياتك بقت افضل واتغيرتي وصحتك بقت احسن كتير. جدا. انا عايشه عادي، ما فيش انا كان ضغط سكر ما اعرفش ايه. لا دلوقتي انا ما عنديش حاجه الحمد لله. ريهام كان عندها مشكله في الحساسيه قويه جدا جدا على صدرها وعلى نفسها مع الوزن الزياده وضعف في المناعه، لان السمنه بتعمل ضعف في المناعه. الحمد لله اللهم لك الحمد، بعد ما نزلت في الوزن من 125 نزلنا بقينا 75. احنا يعني 50 كيلو زياده نزل من عندنا الحمد لله. هي المناعه اتحسنت جدا، الحساسيه اتحسنت، نفسها كان عندها متلازمه انقطاع النفس اثناء النوم، وكان عندها مشاكل كتيره جدا في النوم، عندها مشاكل كتيره جدا في التنفس، بتنهج وهي قاعده، بتنهج مع اقل مجهود، هي مش قادره تمارس حياتها بشكل طبيعي. الحمد لله حياتها اتحسنت وبقت افضل بكتير. احنا النهارده هنعمل مراره بالمنظار ليها. يعني احنا طبعا زي ما قلنا وشرحنا ان احنا ممكن يحصل بعد فقدان الوزن بعض السيدات ممكن يجي لنا حصوات في المراره. هنعمل النهارده ان شاء الله استئصال مراره بالمنظار على خير يا رب ونطمنكم عليها ان شاء الله. شكرا.